ليلى الجزائرية فنانة كانت حياتها مليئة بالمفاجآت والقصص المثيرة. ولدت ليلى في الجزائر، حيث بدأت رحلتها الفنية عندما كانت لا تزال شابة. لم يكن من السهل عليها الوصول إلى الشهرة، لكن شغفها بالفن وإصرارها كان دافعاً قوياً لها للاستمرار. بدأت ليلى بالرقص في الحفلات المحلية في الجزائر، وكانت تلفت الأنظار بموهبتها وتفانيها. كانت ليلى تبحث دائماً عن طرق لتحسين مهارتها وتوسيع مدى تواجدها الفني. قررت في يوم من الأيام أن تسافر إلى مصر بعد أن سمعت عن النهضة الفنية هناك. عند وصولها إلى القاهرة، لم تكن الأمور سهلة، فقد وجهت ليلى بالعديد من التحديات، إلا أنها كانت مصممة على النجاح. بدأت بالعمل في الملاهي الليلة، ومع مر الوقت بدأت تبني سمعتها كواحدة من أبرع الراقصات. ومع ازدياد شعبيتها، بدأت الأبواب تفتح أمامها. تمكنت ليلى من التعاون مع كبار النجوم مثل فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب، مما أضاف لنفسها مكانة راسخة في عالم الفن. كانت تلك الفترة الذهبية في مشوارها الفني، حيث أصبحت تقدم عروضها ليس فقط في مصر ولكن في بلدان أخرى أيضاً. كانت ليلى معروفة بأدائها الساحر وقدرتها على أسر القلوب. لم يكن هناك ما يوقف ليلى عن الطموح والمضي قدماً في تحقيق أهدافها، فقد كانت مؤمنة بأن العمل الجاد والتفاني هما مفتاح النجاح. كانت حياتها رواية مستمرة من الكفاح، الحب، النجاح والتحدي.